العبور الجنسي أو تغيير النوع. دي عملية بيحصل فيها تغيير النوع، يعني بيقدر الشخص يغير نوعه من ست لراجل أو العكس. بس مش عايزاك تبقى فاهم إن الموضوع عادي كده. المفروض إن الشخص ده بيكون عنده معاناة تجاه جسمه اللي هو مش شبه ميوله، وانتوا طبعا فاهميني. فبيتعرض على لجنة طبية وبعدها بيتحول لعلاج نفسي لمدة 2 سنين. يمكن الاضطراب ده يخف، ولو ما حصلش ده وقتها اللجنة بناء على الفحوصات اللي بتعملها بتقول إن العملية دي لازمة للشخص ده. واللي انت ما تعرفوش إنها بتاخد مدة طويلة، يمكن أكتر من سنة من بعد العلاج الهرموني. يعني لو كان راجل هيغير نوعه لست، بيحاولوا من خلال العلاج الهرموني ده ياخدوا هرمونات أنثوية زي الأستروجين علشان يرفعوا معدل الهرمون بتاع النوع اللي هو هيغير لي. وطبعا العكس صحيح، لو كان هيغير نوعه من ست لراجل بعد فحوصات كتير وتحاليل، هنا بيدخل الجزء الجراحي من استئصال الثدي أو زراعته، وكمان الأعضاء التناسلية. وهنا أنا بكلمك عن مصر اللي في مجتمعنا حاجة زي كده مرفوضة دينيا ومجتمعيا. حالة زي دي أول مرة تظهر في مصر وفي التلفزيون كانت سنة 2012 لبنت غيرت نوعها لراجل بعد فتوى من الأزهر الشريف بناء على التقارير الطبية اللي بتأكد إن الحالة دي محتاجة تغير نوعها. إنما العالم بره مصر مختلف تماما. كل شخص يحس إنه لأ مش متصالح مع جسمه يقوم يغير النوع بتاعه. وأكبر الدول اللي تعتبر النهاردة عاصمة للعمليات دي هي إيران، اللي طلع علماء الدين فيها وقفتوا إن يجوز عادي جدا. وأكتر عدد للعمليات اللي بتتعمل للتغيير بتكون هناك. ومش هيكون غريب على دولة إيران اللي أباحت جواز الستات من بعض والرجالة من بعض، مع إنها المفروض دولة إسلامية. العمليات دي بقت منتشرة جدا، وفي بلاد عربية كتير بقت تعمل العمليات دي عندها من غير سبب صحي. وأنا بقول لك سبب صحي